سكويد جيم أو لعبة الحبار هو واحد من أقوى المسلسلات الكورية يلي حققت نجاحات مش بس محلية بل على مستوى العالم في وقت جدا قصير، وخصوصا من ناحية المشاهدات والشهرة يلي حصدها هذا المسلسل في وقت أقصر من الطبيعي بكثير. وخلونا اليوم نتكلم عن الموسم الثالث من لعبة الحبار يلي نزل من كم يوم بس وتصدر الترند العالمي وكل الناس هلأ بتحكي عنه من بعد مدة قصيرة جدا من إصداره. الموسم الثالث أثر فينا كتير من ناحية الأحداث وكل الأشياء اللي صارت فيه. اكتشفنا مؤخرا إنه المخرج كان بيوجه النظر على بعض الأشياء البشعة يلي بتصير في كوريا بعيدا عن منزل الأخوة وكل هاي القصص. لعبة الحبار مو بس مسلسل استمتعنا فيه، بس أحداثه كلها صارت في الواقع. كل النظريات يلي بتخص لعبة الحبار وخصيصا الجزء الثالث رح نحكيها اليوم، بس قبل لا نبدأ إذا كنتم مهتمين بمحتوى قصص الرعب والأساطير لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة، وأهم شي تفعلوا الجرس مشان أي فيديو ينزل تكونوا انتوا أول ناس تشوفوه. وبدون ما أطول عليكم جيبوا شي بارد تشربوه لأنه الجو كتير شوب برا. وهلأ خلونا نبدأ. مسلسل لعبة الحبار باختصار إذا ما كنتوا بتعرفوه فهي اللعبة بيجمعوا فيها مجموعة من المشردين وبخلوهم يلعبوا ألعاب معينة، واللي بتبقى بالأخير هو اللي بيكون الناجي الوحيد وبكسب مبلغ مهول من المال. طيب بالنسبة لفكرة الموسم الثالث، إذا كنتم مفكرين إنه لعبة الحبار خلصت فهم رجعوا بموسم ثالث أقوى وأخطر من قبل. جي هون اللاعب 456 بيرجع للساحة، بس هالمرة مو مشان المصاري بس مشان ينتقم. اللعبة تغيرت والقوانين كلها انكسرت، وجوه جديدة دخلت على الساحة، في ألعاب أغرب، دم أكثر، وخيانة من أقرب الناس، ومع هيك في طفلة بتنولد جوا اللعبة وكأنه عم يولد معها أمل أو لعنة جديدة. أما بالنسبة للنهاية فما في أي حدا كان بيتوقعها، واكتشفنا إنه يمكن هي بداية النهاية، وتم التلميح في نهاية المسلسل إنه رح يتم بناء فرع لهاي اللعبة في لوس أنجلوس. فيا ترى هل ينتهي مسلسل لعبة الحبار بالموسم الثالث أو رح نتفاجأ بنسخة أجنبية جديدة؟ ورح نحكي اليوم عن النظريات اللي بتدور حول لعبة الحبار نفسها مو بس أحداث المسلسل. أول نظرية واللي أنا مقتنعة فيها تماما هي إنه الدمية يلي كانت في مرحلة الضوء الأخضر والضوء الأحمر هي نفسها دمية أوكيكو اليابانية. للأمانة الشبه بينهم جدا كبير، مستحيل تفرقوا ما بينهم حتى. ولكن في ناس كثير ما صدقوا بهاي النظرية من ناحية انه الدمية اوكيكو كانت يابانية وهاي اللعبة كورية او هذا المسلسل كوري، بس انا بصراحة حسيت انها جدا حقيقية. وننتقل هلأ لثاني نظرية يلي هي جدا قريبة من لعبة الحبار نفسها او حتى المسلسل، لعبة 100 خطوة. بيحكوا انه هاي اللعبة كانت منتشرة زمان بين الاطفال بكوريا، اسمها لعبة 100 خطوة. بتبلش بمكان مظلم، ممر طويل او حتى شارع فاضي، ولازم تمشوا 100 خطوة بدون ما تطلعوا وراكم أبدا. بس المشكلة إنه إذا لفيتوا أو خفتوا أو حتى سمعتوا حدا بينادي باسمكم رح تلاقوا حدا واقف وراكم بس مو من هذا العالم. بيقولوا إنه الأرواح بتراقبكم وبتنتظر أي لحظة تضعفوا فيها مشان يخطفوكم لعالم مو مثل عالمنا أبدا، بس أسوأ بدرجة ما تتخيلوها. وفي كثير قصص انكتبت على منتديات كورية من طلاب جربوا هاي اللعبة بالليل بنفسهم وبعدين اختفوا أو حتى صاروا يهلوسوا. وهي بتذكركم بشو؟ لعبة الواقف الثابت بلعبة الحبار، بس هي فيها رهبة حقيقية. وننتقل للنظرية الثالثة يلي بتحداكم وحرفيا بتحداكم انكم تفرقوا بينها وبين لعبة الحبار، كأنه الكاتب اخذ هاي الاسطورة وحطها بمسلسل. في اشاعات قوية منتشرة بين المراهقين الكوريين عن شخصية اسمها القناع الاسود. شخصية القناع الاسود بتظهر للناس اللي عندهم يأس، بحسوا انهم تعبانين او مكتئبين بالاخص، يلي بحسوا انه حياتهم ما إلها معنى. بيجوا بحكي لهم بتحبوا تربحوا كل شي، مال، شهرة أو سلطة، بس بدكم تلعبوا لعبة واحدة في مقابل هيك. عرض مغري جدا، لعبة واحدة رح تخليني أكسب أي شي بدي إياه، واللي بيوافق بنسحب لتحديات ما حدا بعرف أي تفصيلة عنها، بس بيقولوا إنه الخاسر بينمحي من الوجود كأنه ما كان موجود بالحياة من قبل. شبه غريب جدا بمسلسل لعبة الحبار، مو هيك؟ بس الفرق انه هاي الاسطورة متداولة بكوريا من قبل ما ينتشر هذا المسلسل حتى. النظرية الرابعة هي نظرية الالعاب الملعونة. بيحكوا انه في العاب طفولية كورية قديمة مثل الغميضة او شد الحبل، اذا لعبتوها بوقت غلط او مع ناس ما بتعرفوهم فممكن تتحول للعبة مميتة. في قصة انشهرت بكوريا عن طلاب لعبوا لعبة الجماد بفصل مهجور، اللي خسر منهم طلع من الصف،
بس بعدين ما شافوه مرة ثانية بحياتهم أبدا. هاي النوعية من الألعاب كانت بتستخدم زمان بطقوس تقليدية لتهدئة الأرواح، وإذا انعملت بطريقة غلط الأرواح بتغضب. وهي مو خرافة جديدة، مكتوب عنها بكتب شعبية كورية قديمة، وناس فعلا بصدقوا إنها صارت. أما بالنسبة للنظرية الخامسة هي نظرية غرفة القرار. في أسطورة بتقول إنه ببعض المدارس الكورية القديمة كان فيها غرفة سرية اسمها غرفة القرار، ما بتفتح إلا بحالات نادرة، وإذا فتحت الطالب يلي بفوت عليها بنحط قدام خيارين، يا إما يضحي بشخص بحبه يا إما يضحي هو بحياته. وبقولوا إنه هاي الغرفة بتختار لحالها وما فيك تهرب منها، وإذا حاولتوا تتجاهلوا اللعبة الباب بتسكر عليكم. وهي مش بس أسطورة خيالية، أما إنه هاي الأسطورة مأخوذة من روايات طلاب حقيقية، حتى في منتدى اسمه مدرستي المسكونة على نيفر. هذا الموقع فيه مئات من القصص عن هاي الغرفة. ننتقل للنظرية السادسة، آخر واحدة فيهم ولكنها أخطرهم، جو إن جوي، الروح ذات العيون التسعة. بيحكوا إنه هاي الروح ما بتظهر إلا لطلاب لعبوا لعبة محرمة، وكل مرة بتظهر بيكون على وجهها عدد عيون، واللي بيشوف عيونها التسعة كلهم مفتوحين بيختفي الليلة اللي بعدها. الطلاب بيحكوا إنه هاي العيون بتظهر بالتدريج، يعني إذا شفتوا عين واحدة انتوا لسه بأمان، بس إذا وصلتوا للعين التاسعة فللأسف رح تكون نهايتكم بسبب دمية. كل الأساطير الكورية والنظريات اللي حكيت عنها متداولة فعليا، مو خرافات اخترعوها بالإنترنت أو حتى أنا ألفتها. والمخيف فيها إنها بتحكي عن ألعاب وتحديات مماثلة تماما للعبة الحبار، بس بدون كاميرات أو بدون نهاية. وهلأ فكروا معي شوي، هل مسلسل لعبة الحبار فعلا خيال؟ أول مخرج كان بيحاول يوجه النظر على هاي الأساطير والقضايا الملعونة، وإنه لعبة الحبار ما تتعلق فقط بمنزل الأخوة، لكنها مرتبطة بأساطير كورية قديمة. وانتو احكولي أي نظرية صدقتوا فيها أكثر؟ الصراحة نظرية القناع الأسود اللي هي الثالثة أنا صدقت فيها كتير، لأنها حرفيا نسخة من فكرة المسلسل. وهلأ وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تحكولي رأيكم عن الفيديو بالتعليقات، ولا تنسوا تحطوا لايك للفيديو إذا عجبكم، واشتركوا بالقناة، وأهم شي تفعلوا الجرس عشان أي شي ينزل تكونوا انتو أول ناس تشوف. بشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله على خير، وباي باي.